لما تسمع عن مدينة أشباح تحس إن إحنا بنتكلم عن حاجة خيال علمي أو فيلم اتهرس 80 مرة قبل كده، بس في قلب تركيا تحت الأرض في مدينة غريبة عمرها آلاف السنين. المدينة بشكل كامل تحت التراب وتستوعب يعيش جواها عشرات الآلاف من البشر. مدينة اسمها ديرينكويو، معناها بالعربي البئر العميق. بس ده مش مجرد بئر، ده عالم كامل تحت الأرض. زي ما قلت لكم الموضوع ده بدأ من آلاف السنين لما كانت الناس بتهرب من الحروب ومن الغزو. كانت فكرتهم إن هم بدل ما يهربوا فوق الأرض يحفروا تحتها، وحفروا فعلا عشرات الطوابق تحت الأرض. المدهش بقى إن هم جهزوها بغرف نوم ومطابخ وكنائس وآبار مياه ومخازن أكل، وكأنهم مش طالعين فوق تاني. لكن الجزء المرعب بقى إن في ناس دلوقتي بتقول إن المدن دي بيطلع منها أصوات غريبة جدا، ولو سألتني مين الناس دول هقول لك أكيد محمود صلاح. وفي مناطق كتير جدا لسه مقفولة ومحظور إن أي حد يدخلها لحد النهاردة. وطبعا أي حاجة مقفولة وغامضة لازم تطلع عليها نظريات المؤامرة. وفي ناس بتزعم إنها ملجأ لأشخاص غير عاديين، وناس بتقول إنها قواعد سرية لتطوير أبحاث محدش عارف بتتكلم عن إيه. بس لسه يبقى السؤال، إزاي ناس من آلاف السنين قدروا يحفروا كل ده من غير أي تكنولوجيا حديثة، خاصة إن المدينة دي منحوتة وسط الصخور ومتزخرفة بدقة وجمال غير طبيعي. ده غير قنوات التهوية اللي معمولة بطريقة هندسية معقدة جدا ولا أحسن مهندس يعملها في العصر الحديث. إحنا دلوقتي قدام مدينة بتشكل لغز قدام كل العلماء بشكل مباشر. تفتكروا بقى إن كل المدن اللي كانت تحت الأرض دي عشان خاطر الحماية بس، ولا كان في أسباب تانية؟ الجغرافيا عالم كبير مش مجرد منهج بس، ومعانا بنحول لك المادة العلمية لحكاية ممتعة تسمعها وتستفيد بيها. سلام.